خالص مرة لاعب أولمبيك ليون في تربص المنتخب الوطني القادم شهر مارس. السلام عليكم. البارح خرج خبر يتعلق بموهبة أولمبيك ليون وصاحب الأصول الجزائرية خالص مرة، والخبر هذا قال أن اللاعب راح يكون متواجد وحاضر مع الجزائر في تربص شهر مارس. أولا، واش حقيقة هذا الخبر وهل صحيح أن اللاعب راح يتم استدعائه؟ حقيقة هذا الخبر ما كانش منها لغاية اللحظة، ما كانش مصدر واضح ورسمي يتحدث على أن اللاعب سيكون متواجد شهر مارس. لغاية الآن ما كانش. من جهة أخرى، الإعلام الفرنسي بدأ يتحدث حول هذا اللاعب، وكاين حتى اللي يتكلم على إمكانية الاستفادة منه واستدعائه للفئات السنية الفرنسية. وراكم تعرفوا الإعلام الفرنسي لما يبدأ يتكلم راهو يدير ضغط، لأن على باله بالاتحاد الجزائري يتواصل معاه وراح يزيد يتواصل معاه. كاين واحد المصدر نظن من العين الإخبارية قال أن خالص مرة في الوقت الراهن لا يضع تمثيل الجزائر كأولوية، واللاعب متفتح أكثر على اللعب مع فرنسا. بون في هذه مع الوقت راح تزيد تبان ودوك كل شيء يتوضح أكثر وأكثر. أما هو مرة كي تدخل الحساب تلقاه متبع الاتحاد الجزائري بشكل عادي، وحتى خرج فيديو مؤخرا شفناه مع رشيد غزال كان يتبع في مباراة المنتخب الجزائري ضد نيجيريا. أما بخصوص استدعائه للمنتخب الوطني شهر مارس، فلحد تاريخ اليوم ما كانش رسمي اللي أكد هذه المعلومة.